السلام عليكم، أحبكم في الله. وفي هذا الفيديو راح نحضروا مع بعض تشارك معسل بطريقة جد مبسطة بدون حشو ونتيجة رائعة. إذا مقادير هاد التشارك راح تكون 250 غرام زبدة أو مارغرين بدرجة حرارة المطبخ. راح نضيف عليها نص كاس سكر ناعم، وانا هاد الكاس خياتي يرفد 250 مليلتر، وراح تجيكم 3 ملاعق كبيرة تكون مملوءة جيدا. ونضيف نصف ملعقة كبيرة فانيليا. نخلط السكر مع الزبدة حتى نتحصل على كريمة، وكما تقدروا هنا تستعملوا الضراب الكهربائي. وراح نضيف 4 كأس ماء الزهر ما يعادل 3 ملاعق كبيرة، ونزيد نخلط شويه. وراح نضيف 2 صفار تاع حبتين بيض، والبياض راح نخليوه نحتاجوه فيما بعد. ونضيف كأس اللي يرفد 250 مليلتر يكون معمر فول سوداني محمص ومطحون رقيق. ونواصل الخلط حتى يتجانس الكل مع بعض جيدا. وراح نبدا نضيف الفارينة، ونضيف معها ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية، ونضيف الفارينة تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية بهذا الشكل. هكذا باش يجينا تشارك هشيش. وراح نعمل كرات يكون وزن الكرة من 35 حتى 40 غرام. ونبدا نشكل تشارك تاعي. راح نعمل حربوش ونحاول اني نفتحه على الاطراف، ولازم نخليو الوسط تاعنا يكون شويه خشين بهذه الطريقه، ونعملو الشكل المعروف للتشارك. وراح نجيب بياض البيض اللي احتفظت به، وراح نمسح وجه التشارك تاعي بهذه الطريقه، ونرمدو في الفول السوداني او الكاوكاو اللي كنت حمصتو ومطحون خشين بهذه الطريقه. وكي نرفدها راح نزيد نسويها شويه ونحطها في السنيوه اللي كنت غلفتها بورق الزبده. بعد ما كملت شكلت كامل الحبات تاعي راح ندخلهم للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على 180 درجه، ونخليوه حتى يدي اللون الاصفر، يعني يكون من تحت شويه محمر ومن الفوق لازم يكون غير يعني ذهباني. ونخرجوه من الفرن. وهنا بعد ما خرجته من الفرن وهو سخون راح نعسلوه في عسيله تكون بارده. راح نغطوه غطسه خفيفه بهذه الطريقه ونخلوه يتقطر. وهذا هو شكل النهائي خياتي. كما راكم تشوفوا بصراحه تشارك معسل على اصوله، وما كانش اسهل من هكذا. نتمنى انكم تسيوه وتخليوا لي رايكم في التعليقات، ونلتقي في فيديو جديد. وسلام.